هكتف دراعك ورا ظهرك وارميك في الميه، وريني هتعمل ايه. ده اختبار للمرونه النفسيه والذهنيه في اصعب الظروف. السؤال هنا، هل ده تمرين بجد ولا مجرد مخاطره؟ في عالم الام ام اي والجوجيتسو الهلع هو اول طريق الخساره، عشان كده بعض المدربين بيستخدموا الميه علشان يعلموا الفايتر الهدوء. من اهم التمارين دي اول تمرين كتم النفس الديناميكي. هنا الفايتر ما بيقفش مكانه، لا ده بيتحرك وبيعوم مسافه تحت الميه بهدوء. الهدف ان يعود جسمه يستهلك اكسجين قليل وهو بيبذل مجهود كبير، زي ما يكون محشور في حركه اخضاع اللي هي السبمشن وعاوز يهرب بذكاء. تاني تمرين تمرين الاوزان في القاع، بينزل بدمبل في حمام السباحه ويمشي بيه او يعمل سكوات. ده بيخلي سعه الرئه جباره وبيرفع قوه التحمل لاقصى درجه. تالت تمرين فك الوثاق تحت الميه، زي ما انت شايف كده ده بيتحط في موقف انه لازم يفك العقده او يخلص نفسه من الحبل قبل ما يخلص نفسه في الميه. ده بيعلم العقل يفكر ببرود وهو في ضغط، بينهي حياته قدام عينيه. خلي بالك التمارين دي فوائدها مرعبه في بناء العقليه الحديديه والتحكم في ضربات القلب، بس الغلطه فيها بفوره. تعال نبص الاضرار. خطر الغرق الفوري، وممكن يحصل غرق جاف لو استنشق ميه بسيطه تعمل له مشاكل في الرئه بعد كده، غير الصدمه النفسيه لو الشخص مش مهيأ. وبرضه لازم تاخد بالك مش اي حد يعمل كده. تقول لي بس ده طفل اللي في الفيديو، هقول لك ان السن الصغير مش عائق، بس في شرطين: كفاءة عالية، لازم الصبي او الطفل ده يكون كفاءته البدنية في السباحة عالية وهو فايتر محترف جدا ومجرب تدريبات اقل صعوبة قبل كده. طبعا لازم يكون في اشراف متخصص، ممنوع تماما الحركة دي تحصل من غير مدرب متخصص وغواص مراقب. في الاخر السيطرة على النفس هي اللي بتعمل بطل، والتدريب تحت الضغط هو اللي بيصنع الفرق بين فايتر والتاني. لو قدامك الاختيار تقدر تجرب تكتف ايدك ورا ظهرك وتنزل المية؟ قول لنا في التعليقات.